الشعب اللبناني عايش على اعصابه خيي، لوين رايحين؟ في حرب ما في حرب؟ في حدا بس يطمنا؟ بدنا نطمن الشعب اللبناني. ايه في حرب او ما في حرب؟ هلا ان شاء الله بنقول في حرب. لا لا حرب على الابواب؟ لا يا اخي، لا نحن بلا يا اخي. عمل ايه مبسوط هالان؟ لا شباب، نحن بدنا نفوت لانه النسوان هونيك ناطريننا. كيف؟ مين؟ نسوان؟ كرمال النسوان يا عكروت. والله ذكرتني بالاديب والفيلسوف بدر العز. ايه انا بعنفواني وبعروبتي كلها اللي بيقف وجهي بضاجعه. ما هي مفوتنا الحيطان. بس هذا مزح يعني، إلي جدادي عم ينزل ينكت يخفف على العالم. ما في حدا يحكي جد يخبرنا الموضوع بجدية أكتر. الحرب اللي جاي اللي انا بقول لكم اياها جاي 100% اخطر ب100 مره من اللي قطع. بس من كيف عرفت من وين؟ ليه يعني ليه؟ عندي رفيق بحب يفتح مشاريع كتير، بيقول لي يا علي بس اقعد معك يا خيي بتدمرنا. بقول له انا ما بدمرك، انا بحكيك الحقيقه. صاحبك بيقول لك دمرتني؟ لا، هو الإسرائيلي دمر قرى الحدود كلها، وحضرتك بهالكلام دمرت أهل الجنوب من القرى الحدودية إلى ما بعد الليطاني. بس صدق نحن بحاجة جرعة أمل، جرعة قوة، جرعة تصبرنا على اللي نحن فيه. لازم تعرف بمارون عيد الشعب وبتياحون، خلينا الشربين رصاص نار وبارود الزيتون. هنا تيك توك. انت هلا بيكون في ترند يعني ترند واخدته البنت، ما تعلقوا عليها وتكمشوا لي اياها يعني، خصوصا انه هي حاطه صليب فمبين انه مسيحيه البنت. انا لولاك ضيعت طريقي، فخذ لي قلبي للحب الحقيقي، خذني يا حبيبي. انا لولاك ضيعت طريقي. اسمعي يا صديقي العزيز، هذا الشيء اللي حضرتك عم بتقوليه يسمى لطميه، واللطميه تدل على الحزن. اما ما تفعلينه حضرتك يسمى محنو. هيدي مؤثره. حلو. اثري فينا بعد، فيكي تفضلي. أنا المسيحية وبدي أحكي كلمة حتزعل كل الناس مني. هلا اللي بيكره الشيعة باسم الدين صدقوني هيدا منه متدين، هيدا شخص متعصب، واللي ساكت عن الظلم مش محايد، هيدا شريك بقون، هيدا سقط إنسانيا قبل ما يكون ديانيا. يا عبرة دخل جريكي على هالمحن اللي عم نشوفه. هذا الشيء لازم نحضره نحن عن جد. نحن بحاجة لأمثالك يا سيدتي يعني، خصوصا انه لبنان الله حميه. والشرب بالحمي والإنسان حميته، لأنه لبنان أرض القداسة، والإمام علي حمي والنبي محمد حمي. بس صراحة أول كم فيديو نزلناه كلهم قالوا لنا إنه أنتم ليش عم تتحاملوا الحزب؟ هل لأنه الحزب ضعيف؟ نحن أحياء، نحن موجودين، نحن ما بنموت، نحن مثل طائر الفينيق. الله على التعبير وعلى الحكم وعلى المفردات وعلى الكلمات اللي انت طائر الفينيق. صحيح هو طائر الفينيق، بس جاي من قم يمكن ولا لا؟ مش موضوعنا، مش موضوع، عم نمزح هلا. نحن قوية، قدراتنا ما نمست، ألحقوا خسائر بشرية فينا صحيح، ألحقوا أضرار بالمدن نتيجة تفوق الطائرات. بس هيك يعني ألحقوا خسائر بشرية صحيح، ودمروا المدن ودمروا القرى الحدودية بشكل كامل، واحتلوا النقاط الخمسة، وكنا ننطر تويت من أفريقيا لنصور على بعد 500 متر. ولكن نحن كطائر فينيق نبعث من جديد. مش طائر فينيق 100%، بس ممكن يكون خاص الفينيقيين نحن يعني. يلا حيوان فينيق، ممكن يكون حمار فينيق. شاطر انت ليه عم تحمس يا اخي؟ دايما انا تدري اذا اخذت نظرتني انا بدي وجهك ضربه، بدي بكيك. بس ليه الاستاذ بضل معصب؟ بعد اذنك خيي انا معك، طلع ركز معي الله يرضى عليك. هاي ورقه ولا تعال خيي خبرني شو قصتك، شو بدك قل لي تفضل. بدي نسيك الحليب اللي رضعتم بالزمة. شو كمان؟ انتوا عباره عن منقوش بناكلكم بالداخل. حلو. بنبلعوا سألنا الحليب من امه. حلو، يعني الحليب من بز امه وناكلهم بلقمه وكمان ناكلهم مثل المنقوش. اللي انت فيه استاذنا الكريم عم بحكيك من منظور طبي. هذه زغوه ببطن جوع يعني، عرفت؟ تقل شوي اكل قبل ما تنام، صلي على محمد وآل محمد وما عادش تطلع على التلفزيون. بس انا ما رح استسلم، حضل فتش لشوف حدا يعطيني امل حقيقي. يعني مش رايحين على السلام. لا 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 لو سمحتي، هون خط أحمر. لا مش خط احمر هون. ما انا ما بطلعش من تيابي، بس هلا رح اطلع من تيابي. يعني انت بترضي طلعتيه هسه من تيابه؟ عجبك المنظر؟ عجبك لوين وصلتينا؟ كل واحد فيكم يطلع بهد مراجع وسوف ونفعل وانسى الطرف الثاني خيي، شيلنا كلنا، نحن كلنا رمونا بالبحر. تتذكروا بس تتذكروا هيدي التسجيلات الصوتية.
كوكي قصفوا البيت، قصفوا البيت. ضربوا هون، ضربوا دارن صار يا ايمان، عم بيونوا من فوقنا، عم يطلعوا من فوقنا كلهم. ولا أنا يا إيمان ولا حدا مننا أصلا قادر يتقبل الفكرة. قطعوا علينا كل الطرقات. عرفني، مش عارف شي عن اخواتي الباقيين بالضيعة ولا مشيوا ولا بعضهم على الطريق. كانوا عم بيكسوا يمين شمال، ايمان ما بتأثروخ يمرق من فوقك. عزمنا بالسيارة عم ندور على بيت. هذا الوجع عيشوه اهلكم وناسكم، مش حنقول اهلنا وناسنا لو انتم شايفين حالنا غير انتم ونحن من ما بعرف وين وانتم ماشي. انتم اهلكم وناسكم واطفالكم عاشوا هذا الوجع، مش عشان تطلع انت اللي انت بألف خير والحمد لله وما بيك شيء تطلع تهت مراجل على السوشيال ميديا. خففوا لنا سوف، الله يرضى عليك. بالنهايه لبنان الإمام علي حميد والنبي محمد حميد. هلا نحن عم نضطر نروح للسخريه، بس نحن ما بدنا حدا يزعل منا، نحن مش هدفنا نزعل حدا، نحن هدفنا انه ندردش، يعني مهم ما حدا يزعل منا. وقت البعض بحضرنها وما تفكر بنزعج ما بتنزعج؟ ابدا. حسونا طمن، المهم انت ما تزعل، الله يرضى عليك. اتفضل كفي. حصيت منهم 69 فيديو ذاكريني فيهم. 69 فيديو؟ 69 يعني هو صاروا 70 فيديو عن حضرتك استاذ حسين. ايه انه كان يقول هيك وصار يقول هيك. طب هيدي كلهم بحضرهم. مش سبب الاستفزاز اللي لا بالمنبسط. حضرتك عم تحضرني؟ مع خيرك السلطه، بحب اقول لك انه انا ما كنت طيقك من ايام ما كنت تاكل شعيبيات، كيف هلا انت عم تاكل خرا؟ تشرفنا حبيبي، تفضل كفي. هل انت مشروع شهيد؟ اكيد. كم مرة تصوبت بحياتك؟ لحد هلا صاروا 4 مرات. 4 مرات؟ يا زلمه عماد مغنيه متصاوب مرتين، اللي له عمر ما بتقدر تشدك يا حسين يعني. غير تفجير السيارة مرتين مرتين انتك 4 مرات، 4 دقيقة نسجل 4 رصاصات وتفجير مرتين وكمين، يعني مرتين 3 وقع بكمين بس ما تصاوب. مرتين 3 انه انت مش مركز بالتفاصيل يعني. مرتين 3 يعني. تعرف يا حسين كان في كلب بني عرفها البيت، انا عدد له المرات اللي لحقني فيهم من انا عمري 14. شو هن اللي مرتين 3؟ بس بعيدا عن السخرية، نحن وصلتنا صورة لحسين مرتضى خاصة بهذا الموضوع بالذات، يعني حنسربها أول مرة للإعلام. ما هي حسين هذا اسمه ذكاء اصطناعي، واللي انت فيه اسمه غباء بشري. خذ هيدي المعلومة. بالطابق الرابع في فندق الفور سيزون بدمشق. وبعدين من بعد إذنك ما حدا يحكي عن سوريا إلا السورية أخي. تكون سوريا بحالها. مهضومة فكرة الجولاني كتير. بتصدق اشتقت لي؟ صدق يعني انت خصوصا انك جيتي تغني بعد حسين مرتضى، انتوا افضل 2 بلاترز الي. بدافع عن اهل السنة بالحي. مسجد الاقصى ما بيعني، غزة ما بتعني. بس هن بيقولوا انه بعد ما تخلص مشاكل سوريا وبيكملوا على القدس. معك حق باللي عم تقوليه، يعني انه لا ما راحوا على القدس، حرروا سوريا بس ودعسوا على رقبته لحافظ الاسد، لا عفوا على رقبته لبشار حافظ الاسد. من ضمنه انه رفات حافظ الاسد غير، يعني من وقت ما دخلوا ما كانت موجوده في القبر. تعال الحكي اذا صحيح الفناتير راحوا على الفاضي، طلع شايل رفات بيو سحب رفاته لكلاسين وتركهم بالقصر. منيح اللي اخذ اسمه معه. نرجع لموضوعنا. اسد غادي كفي، تفضل يا عم. هدول العالم كلياتهم منن سوى مدعسة عند المشروع الصهيوني بالمنطقة. الموضوع كان بيدكم، اجا جيش التحرير السوري وحرر سوريا واخذ الماب منكم، ماب طريق القدس اللي كنتوا انتم حاطينه. مو بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدوعة وبالسويدة وبالحسك. انا برايي انه احمد الشرع على طريق القدس، ما هي فوق بالمنطقه، مش هذا هو الطريق؟ مش هيدي الماب اللي حضرتكم حاطينها؟ هي على طريق القدس. فخرسي هتخلص الحلقه وما لقينا حد. وبعدين طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ما بدي كتير اضغط عليه. شو ما تضغط، شو في وراه ترامب يعني؟ بس انت شو تقل حالك؟ عرفت؟ بدك تقول له تروح على واتساب، قل له دير سانتا، دير مستر ترامب وهيك، عرفت؟ هو اصلا حيتكركب بس يشوف اسمك، يعني دغري يعني مستر فالجابو تاتش مي، حيجمع الشباب ان شاء الله. ما تعرف عن جد شو غبايا نحن، يعني عن جد يعني لقاءات وسفرات، والسفير المصري جايب كشري وجاي على لبنان، والسعودي حامل منسف على الكتف وطلع فيه على الكفر كلها، واخر شيء طلعت يعني
مندق لترامب بنقول له ساعتين 42 ساعة و77 ساعة. اسمع يا أستاذ شارل جبور، مشكلتنا مع حزب الله بغض النظر أنا مين مسك كبيرة جدا. ولما تيجي تقول حزب الله يعني بتحكي بالقرف بلبنان وسوريا سويا، ولكن انت كلبناني انت اليوم بتقول لك لبناني وسيادي و10452 كيلومتر مربع. في جزء منكم كتير بيشبه جماعة حزب الله، لأنه ما حدا منكم بده لبنان. بالنهاية كان معكم سلطة في برنامج سلطة بالوضع اللي كله سلطة. سلام.